من أصعب المشاكل اللي بتقابل كل هاوي إن هو يعود العصافير اللي عنده على وجبات الأكل الطري. طيب إزاي إن أنت هتعود العصافير بتاعتك على وجبات الأكل الطري، سواء العصافير ديت جايبها من المحل أو سواء شاريها من هاوي تاني ما كانش بيأكل طري، أو جايبها حتى من السوق وما تعرفش نظام التغذية اللي هي كانت ماشية عليه. شرحنا مع بعض في فيديو استقبال الكوكتيل إن إحنا بدأنا بنظام ثابت مع العصافير من أول يوم. اشتغلنا بوجبة طري في ميعاد ثابت ووجبة حبوب في ميعاد ثابت، بس وجبة الطري دي ما كنتش بقدمها أول أسبوع طري، كنت بقدمها يوم قرطم ويوم لب. ليه يوم قرطم ويوم لب؟ لأن أصلا العصافير الكوكتيل اللي أنا جايبها من المحل عمرها ما كانت طري. طب إزاي إن أنا أعودها على الطري؟ أبدأ الأول أعودها على الطاجن اللي في القفص، إن الطاجن دوت هيتحط لها فيه وجبة. الطاجن الفخار اللي أنا هقدم فيه الطري لازم هي تتعود الأول وتفهم إن الطاجن دوت هيبقى الطاجن اللي فيه وجبة اللب أو وجبة القرطم أو وجبة الطري بعد كده. طيب بدأت أحط الحبوب بتاعة الكوكتيل أو بتاعة البادجي أيا كان العصفور اللي أنت هتبدأ تعوده على الأكل الطري في ميعاد ثابت يوميا، وإحنا شرحنا فيديو كامل عن أهمية إن أنت تقدم الأكل في ميعاد ثابت مرة واحدة يوميا. بدأت أحط الأكل دوت كل يوم الساعة 7 مساء، وأنا بطفي النور الساعة 8 مساء. أنا بفتح النور من 6 الصبح لحد 8 مساء، فأنا قبل ما أطفي النور بساعة بحط وجبة الحبوب. العصافير أكلت ما أكلتش هطفي النور الساعة 8 ومش هتاكل إلا تاني يوم. طبعا أنا حاطط لمبة إضاءة ليلية، بس العصافير بتبدأ إن هي تخش في حالة من الخمول أو تبقى هادية كده بعد ما بطفي الإضاءة القوية بتاعة النهار وبسيب الإضاءة الخافتة بتاعة بالليل. فالعصافير خطوة بخطوة بدأت تتعود إن الأكل هيتحط الساعة 7 والنور هيتقفل الساعة 8 ولازم إن هي تاكل. تاني حاجة، العصافير عارفة إن الأكل مش هيتحط لها إلا تاني يوم في نفس الميعاد الساعة 7 مساء. ده بالنسبة لوجبة الحبوب. وجبة الحبوب بتاعة الكوكتيل كنت بقدم كيلو فلارس ونص بلكم، أما البادجي أثناء موسم الإنتاج بقدم كيلو فلارس وكيلو بلكم، وبرده الخلطة دي أو الخلطة دي تنفع مع الرز أو الفشل. طيب هنا كده أنا عودت العصافير على ميعاد وجبة الحبوب وعودتهم على ميعاد وجبة اللب أو القرطم اللي هي الساعة 7 صباحا. ليه 7 صباحا؟ علشان العصافير دايما بتبقى شهيتها مفتوحة الصبح، فأنا بأكل لهم وجبة الصبح ووجبة قبل ما أطفي النور علشان أطمن إن العصافير شبعانة ونايمة أو بايتة شبعانة. طيب وعلشان أنا بقدم وجبة الطري الساعة 7 الصبح فأنا بدربهم الأول على الطاجن نفسه. وطبعا طاجن خلطة التحديق ثابت في القفص عندهم على طول، وما شاء الله كانوا بيفرتكوا طاجن خلطة التحديق، وده معناه إن هم كان عندهم نقص في الأملاح ونقص في الأحماض الأمينية، وكان هم محتاجين أملاح معدنية كتير ومحتاجين كالسيوم. طيب أنا بدأت أشتغل مع العصافير بنظام ثابت، ما بدأتش إن أنا أستعجل، في إن أخلي العصافير دي تنتج، خصوصا إن أنا كنت جايبها والعصافير الكوكتيل دي كانت بتقلش. أنا كل اللي أنا عايز أعمله أعودها على النظام بتاعي بنظام الإضاءة ونظام التهوية ونظام التغذية. عودتها على الثلاث حاجات دول هأكلهم الطري بمنتهى السهولة. ليه؟ خلاص هم درجة الحرارة ثابتة، نظام التهوية ثابت، نظام الإضاءة ثابت، مواعيد وضع الأكل ثابتة، فأنا شغال بنظام مع الطيور، والطيور اللي أنا بشتغل معاها بنظام دايما بتبدأ تتعود على النظام ده. بدأت من تاني أسبوع أقدم وجبة الطري. قدمت الأول إيه؟ أول حاجة قدمتها منقوع. طب ليه منقوع؟ المنقوع بيبقى في حالته الطبيعية، يعني لا هو مهروس ولا هو مستنبت ولا هو عليه إضافات. مهروس زي وجبة المسلوق اللي أنا بهرسها، والمستنبت طبعا عارفين المستنبت. أنا بقدم الحبوب في شكلها الطبيعي. ليه؟ لاحظت إن العصافير الكوكتيل بتاكل الحبوب أكتر في شكلها الطبيعي. يعني لما حطيت وجبة المنقوع اللي هي عبارة عن عدس وحلبة وغلة وشعير وكل دوت، بدأت إن هي الكوكتيل ينزل عليها وياكل منها بس كمية بسيطة جدا، علشان هو شبعان بالليل من وجبة الحبوب. طب أنا أعمل إيه؟ الصبح أقوم جاي رافع وجبة الحبوب خالص، ما سيبش عنده طول النهار إلا وجبة إيه؟ وجبة المنقوع أو وجبة المستنبت على حسب الوجبة اللي أنا هقدمها، أو وجبة المسلوق، بس كنت بسيب المسلوق بشكله الطبيعي. كنت بس بقسم حباية الحمص كده عشان انتوا عارفين
ان انا بحط عندي في خلطه المسلوق حمص، كنت بس بقسمها كده عشان العصافير تعرف تاكلها، واسيب الوجبه في شكلها الطبيعي والحبوب في شكلها الطبيعي. حتى لما كنت بقدم فلفل او بقدم اي خضروات زي الجرجير او زي الكزبره او البرسيم، كنت بسيبها بشكلها الطبيعي. يبقى تاني مرحله في تعويد العصافير على وجبه الطري ان انت تقدم الوجبه في شكلها الطبيعي، سواء منقوع سواء مستنبت سواء مسلوق، في الوجبه في شكلها الطبيعي من غير اي اضافات. ما كنتش بضيف عليها لا مورينجا ولا بودر ولا تعفير ولا حبوب طاقه، ممكن كنت اضيف حبوب طاقه بس. كنت بسيب الوجبه العصفور يبقى فاهم ان دي وجبه حبوب علشان يبدا ينزل ياكل منها. علشان بقى اشجعه ان هو ياكل منها اكتر، كنت برفع وجبه الحبوب الجافه اللي هي الفلارس والبلكم خالص لحد ميعاد الوجبه بالليل. طيب ليه انا كنت برفع وجبه الحبوب الجافه خالص من القفص واسيب قدام العصفور وجبه الطري اللي انا مقدمها سواء منقوع او مسلوق او مستنبت؟ علشان يبقى الطائر مفيش قدامه بديل الا الوجبه الطري، فيبدا ان هو ياكل من الوجبه الطري بكميه اكبر. في المرحله اللي فاتت كان بيكتشف الوجبه وبياكل منها حاجه بسيطه، في المرحله دي انا عايز الطير ياكل وجبه الطري بالكامل علشان يبدا ان هو ينوع في التغذيه ويستفيد من وجبه الطري. فازاي ان انا هعمل كده؟ لازم بقى ان انا اجمد قلبي شويه على الطير، مش نقول بقى ان الطير رافض وان الطير مش عايز ياكل، لا، شيل وجبه الحبوب وسيب الطير مفيش قدامه غير وجبه الطري. الطير فاهم كويس قوي ان هو هيجي في ميعاد وجبه الحبوب هيلاقي الحبوب بتاعته. طيب انت بقى خلال النهار مفيش قدامك بديل كطير الا الوجبه دي، هي وجبه الطري دي اللي قدامك طول النهار، يا تاكل يا تفضل جعان لحد تاني يوم. فهو هيبدا فعلا ياكل من وجبه الطري، وده اللي حصل معايا. الطير بقى بياكل كميه اكبر من وجبه الطري. طيب بعد كده انا محتاج بقى ان انا ادخل وجبه البيض المسلوق، ودي اصعب مرحله لان البيض المسلوق لازم يتهرس ونبدا ان احنا نقدمه للعصافير. لا، كنت بقطع ربع البيضه كده صفار ببياض واحطها في الطاجن واسيبها قدام. اول مره ما كلش عادي جدا، خدتها هرستها ورميتها للبادج فرتكوها. تاني مره بدات اهرسها له هرسه بسيطه واسيبها له معاها حبوب منقوع حواليها. بدأ إن هو ينزل يجرب إيه الوجبة دي، ما هو عارف المنقوع. فبدأ إن هو ياكل أكلة بسيطة من وجبة البيض المسلوق. فأنا بمشي مع العصفور خطوة بخطوة لحد ما أعوده إن هو ياكل وجبة البيض من خلال إن أنا بقى ببدأ أرش له على البيض دوت شوية فنارس، أبدأ أرش له على البيض دوت شوية دخن. طبعا أنا كنت بحط عواد الدخن للعصافير الكوكتيل داخل العش، وبصراحة أول يوم ما دخلوش العش، تاني يوم لقيتهم دخلوا العش وفرتكم الدخن ما سابوش منه أي حاجة، ولقيتهم بدأوا إن هم ينعموا الصدف وبدأوا إن هم يتحركوا داخل العش. طبعا أنا كنت بسيب للعصافير بيئة خاصة بيهم أو بسيب المحيط بتاعهم ما بيزعجش العصافير كتير، عاوز إن العصافير تبدأ تحس بخصوصية. لكن كنت بعرف اللي أنا بقول لكم عليه ده من خلال إن أنا كنت ببص في العش الاقي الدخن خلصان والاقي الدخن مبدور والاقي ان الصدف متحرك داخل العش. كنت ببص على الطاجن الاقي ان الحبوب باين ان هي متاكل منها وان الحبوب ديت بداوا ان هم ياكلوا فيها، فبالتالي بعرف ان هم اكلوا. وطبعا كنت بحط وجبه قليله، يعني كنت بحط معلقه صغيره منقوع، معلقه صغيره بيض مسلوق، بحيث ان انا عايز اعرف هل العصافير فعلا اكلت ولا لا، واقدر احدد الكميه اللي العصافير اكلوها، لان هم قدامهم الطاجن ولازم هياكلوا بالطاجن، مفيش بديل تاني، مفيش حبوب الا مره واحده يوميا الساعه 7 مساء، وبعد ساعه النور هيتطفى وتاني يوم الصبح انا هرفع من عندك الحبوب. فالطير فهم خلاص ان هو لازم يبدا ينوع في التغذيه. الحمد لله ما قابلتش مشاكل في الوجبات، الطير عندي والطير اتعود عليها، والطير الحمد لله بدأ صحته تتحسن، مناعته تتحسن مع التنوع في التغذية. طيب أنا بقى عايز أبدأ أحفز الطير. أنا خلصت في أول أسبوع أثناء استقبال الطير كل المشروبات اللي إحنا بنقدمها علشان نرفع مناعة الطير. أنا محتاج هنا إن أنا أقدم جرعة فيتامين متنوع اللي هو الألبا فيت، جرعة فيتامين متنوع وفي فيتامين د وفي كالسيوم، علشان أبدأ أحفز الطير
على التزاوج والإنتاج ويخلص القلش بسرعة ويبدأ إن هو يخش معايا في مرحلة الإنتاج. يبقى أنا ماشي بخطوات ثابتة ومنظمة مع الطير، من أول تعويده على الحبوب، بعد كده تعويده على مواعيد الأكل، تعويده على نظام الإضاءة ونظام التهوية. اتعود إن وجبة الطري أو اللب أو القرطم بتتحط الساعة 7 الصبح، وجبة الحبوب بتتحط الساعة 7 بالليل، وجبة الخضروات بقدم له عودين من الخضروات في نص اليوم، الفلفل بعلقه له بمشبك، فكل حاجة ماشية بنظام. بدأت إن أنا أقدم الفيتامين إزاي؟ بجيب وجبة المنقوع وأحط عليها 3 نقط فيتامين من القطارة اللي أنا بشتغل بيها علشان أعاير بيها، 3 نقط بس على وجبة المنقوع اللي هي معلقة المنقوع. كانوا ما شاء الله بياكلوا وجبة المنقوع وبياكلوا كمان معاها الفيتامين أو بيستفيدوا بالفيتامين. وكنت برضه بحط 3 نقط فيتامين على المسقى 200 مللي، بحيث إن هم أتأكد إن هم استفادوا من الفيتامين وفعلا فرق معاهم من تالت يوم. ولسه هنشوف دوت دلوقتي داخل المزرعة. الحمد لله الأنثى لقيتها بدأت تتحرك على المكسب أو الوقافة، والذكر بدأ يغرد وبدأ يبقى فيه زي بداية توالف وبداية تزاوج بين الذكر والأنثى. وده كان واضح، ما كنتش بخش المزرعة بصراحة، بس وأنا واقف في البلكونة كنت بشوف حركة الأنثى وبسمع صوت تغريد الذكر، فكان ده مؤشر إيجابي قوي إن طبعا التغذية وجرعة الفيتامين اللي خدوها فرقت معاهم في تحفيزهم على الإنتاج. وده اللي إحنا عايزينه، إن إحنا نقدم تغذية متنوعة ونعوض العصافير عن النقص في العناصر الغذائية، فيبدأ إن العصفور ينتج معاك. طول ما التغذية مظبوطة ومتنوعة للعصفور هيبدأ إن العصفور ينتج معاك بإذن الله. وفعلا الألبا فيت فرق جدا مع العصافير. طيب بدأت بقى إن أنا أقدم وجبة البيض يوم ويوم للكوكتيل. ليه أقدم وجبة البيض المسلوق يوم ويوم؟ علشان وجبة البيض المسلوق فيها كالسيوم، فيها بروتين، فيها أحماض أمينية، فيها فيتامين د3، فيها سيلينيوم. فكل ده مهم جدا للعصفور عشان العصفور ينتج معاه. لأن طبعا أنتوا عارفين إن الكوكتيل شغله تقيل وكمان تخصيبه ضعيف، فأنا عايز أعلي التخصيب وعايز أخلي العصفور يشتغل بسرعة ويعدي فترة القلش بسرعة. فكل ده من خلال التغذية، لأن الفيتامين أنا هديله 5 أيام وبعد كده هكمل بالتغذية المتنوعة. فكان مهم جدا إن أنا أعود الطير على التغذية المتنوعة ديت علشان أقدر آخد منه إنتاج. والحمد لله العصافير دلوقتي بتجهز لعش وبتجهز لدورة إنتاج جديدة، فربنا يبارك فيهم ويرزقنا خيرهم إن شاء الله. وبكده دي الطريقة اللي أنت تعود بيها طيورك على الوجبات الطرية بمنتهى البساطة. تجوع الطير بإنك تقدم له الأكل في ميعاد ثابت يوميا. تبدأ تقدم الأول وجبات حبوب منقوعة ومستنبتة ومسلوقة بس في حالتها الطبيعية. بعد كده تبدأ تدخل وجبة البيض، ممكن وجبة البيض يبقى معاها منقوع في الأول، بعد كده وجبة البيض معلقة كبيرة من وجبة البيض المسلوق. ممكن بعد كده لما الطير يتعود على الطاجن ويبدأ ينزل قدامك على الطاجن نبدأ نحط إضافات التغذية اللي احنا متعودين عليها، سواء بودر أو تعفير أو حبوب طاقة. إن شاء الله الطير هياكل معاك عادي جدا، ويبقى أنت كده إن شاء الله ضامن إن التغذية مظبوطة، فيبقى الإنتاج مظبوط بإذن الله عند العصافير. وما نلاقيش بقى المشاكل اللي بنلاقيها في الكوكتيل، إن عدد البيض قليل أو إن البيض قشرته ضعيفة أو إن التخصيب ضعيف، فتلاقي إن البيض فاضي ورايق. ده نتيجة إن التغذية مش مظبوطة والعصفور مش لاقي العناصر الغذائية اللي هو محتاجها علشان يقدر ينتج صح. هنروح دلوقتي لحد المزرعة نتفرج على الكوكتيل ونشوف الحاجات اللي احنا شرحناها مع بعض في الفيديو، ونقول ايه الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها والكوكتيل وصل لفين. وربنا يكرمنا ويكرمكم في طيورنا جميعا يا رب. تعالوا نبص كده مع بعض على الكوكتيل. بسم الله ما شاء الله، من أول نظرة هيبان طبعا إن هو اختلف في الحجم ما شاء الله. حتى الريش، نمو الريش بقى أفضل بكتير. الفرد طول ما شاء الله، ده يدل على إنه بدأ يخلص قلش. الريش طول بتاع الديل، فكل دوت نتيجة التغذية. طيب تعالوا بقى نبص كده على القفص وعلى محتويات أو مستلزمات القفص. طبعا الطاجن بتاع خلطة التحديق في الوش اهوت زي ما انتم شايفين في الجنب بتاع القفص، باين اهوت في وش الكاميرا. تمام. طبعا أنا حاطط وقافة بالعرض ويكون في مسافة من هنا ومن هنا علشان الكوكتيل لما يجي يتزاوج يبقى العصفور واخد راحته، الديل مش هيخبط في السلك بتاع القفص من هنا أو من هنا، ويبقى العصفور واقف مرتاح داخل القفص. طيب تعالوا بقى نبص كده على الأكل. طبعا أنا مش حاطط هنا الأكل أهو، مفيش أي حبوب عند الطير، كل اللي أنا حاطه الطاجن بتاع وجبة الطري. طيب تعالوا كده نبص على الطاجن مع بعض
بصوا كده معايا على الطاجن ما شاء الله. طبعا الطير فرتك الوجبة بتاعة المنقوع، واضح جدا ان هو واكل كتير من الوجبة. وطبعا الوجبة ديت كان عليها فيتامين البا بيت، النهارده تالت يوم ما شاء الله. وكمان اللي كان على الوجبة اللي هو لونه اصفر ده حمص. طبعا الوجبة كمان عليها حلبة مستنبتة، ودي محفز قوي، وطبعا مهم جدا في فترة القلش، وكمان مهم للريش ومهم للخصوبة، وبيساعد العصافير على زيادة الخصوبة علشان البيض يبقى مخصب. فالوجبة دي طبعا مهم جدا إن العصافير تاكلها. برضو وجبة البيض إن شاء الله نصور لكم والعصافير بتاكل وجبة البيض، أو بعد ما تخلص أكل الوجبة إزاي إن هما ما شاء الله بقوا بياكلوا وجبة البيض المسلوق. لو طلعنا الطاجن كده مع بعض بصوا كده ما شاء الله، العصفور واضح جدا إن هو واكل من كل أنواع الحبوب اللي موجودة في الطاجن ما شاء الله. هنسيب له برضو الوجبة ديت يكملها. طب فين الحبوب؟ الحبوب موجودة بره القفص خالص، أنا مش حاططها داخل القفص. دي يا شباب وجبة الحبوب اللي باقية من امبارح. طبعا أنا رافع وجبة الحبوب نهائي علشان أبقى مطمن إن الطير هياكل من الوجبة الطري اللي أنا مقدمها. أيا كانت بقى الوجبة الطري، المهم إن الطير يبدأ إن هو ياكل من الوجبات الطرية، لأن ده مهم جدا لتنوع التغذية بالنسبة للطير، علشان الطير بإذن الله يبقى إنتاجه كويس. طيب بصوا هنا كده، شايفين عود الدخن ما شاء الله؟ العصفور خلص عود الدخن تماما، فرتك عود الدخن مش سايب منه أي حاجة. لو جينا نبص على العش مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العش طبعا هو حرك الصدف، وكل اللي جوه دوت الدخن اللي هو أكله تمام. فأنا خلاص ما عدتش هحرك الصدف تاني، هسيبه زي ما هو عامله. الصدف أنا كنت سايب مكان الفجوة أو الفتحة بتاعة وضع البيض فاضية في الدرج، وموزع الصدف حواليها. هو جمع الصدف بالطريقة ديت، فأنا هسيبه علشان يبدأ يطمن للعش وما يقلقش من العش. طبعا أنا مش هقدر أوريكم الطير وهو جوه العش أو وهو بياكل، لكن زي ما بنقول كده ربنا عرفوه بالعقل من غير ما يشوفوه. فإحنا من خلال الحاجات أو السلوكيات اللي إحنا شفنا إن الطير عملها، فواضح جدا إن الطير بدأ ياكل الدخن، وبدأ إن هو يخش العش، وبدأ إن هو ياكل الوجبات الطرية. حتى لو جينا نبص على الدرج، بصوا كده بسم الله ما شاء الله، ركزوا كده في الدرج، واضح جدا اهوت ان هو واكل من الوجبات الطريه، وواكل اللب، وكمان واكل من الحمص اللي انا قلت لكم عليه. والحمص طبعا ده مفيد جدا بالنسبه للطير. فكل دوت ان شاء الله هيساعدنا ان العصفور يبقى تغذيته افضل، ويبقى خصوبته افضل، ويبقى انتاجه افضل باذن الله. كده اتكلمنا عن كل اللي حصل مع الطير، وازاي ان احنا عودنا الطير على الوجبات الطريه. طبعا في دخن برده في الدرج اهو. حتى اللب، هو اللب بياكله كده، بيبدا ان هو بعد ما يقشره ياكله حته بحته، يهريه كده بيبقى باقي منه هري. كل دوت طريقه اكل الكوكتيل. المشبك الابيض دوت ده اللي انا بعلق فيه الفلفل. طبعا انا جايب مشبك بلاستيك علشان لا يصدي ولا يبدا ان هو يتاثر بالخضروات. المشبك البلاستيك دوت انا بعلق فيه الفلفل، وما شاء الله بياكلوا الفلفل بيحبوه جدا ما شاء الله. كده انا شغال مع الطير بخطوات منظمه وثابته، وان شاء الله باذن الله الطير دوت يبدا يحط بيض في اقرب وقت، ويبدا ينتج باذن الله. زي ما انتم شايفين الريش اتحسن كتير عن الاول، حتى الريش اللي كان في الراس اللي كان متشال او مش موجود بدا ان هو يطلع تاني، اللي هو الريش الابيض الخفيف اللي في الراس ده. فما شاء الله انا حاسس ان الطيور اتحسنت جدا بعد لما اهتمينا بالتغذيه. حتى الحبوب، خلطه الحبوب بنقدم فلارس وبلكم، فالدنيا تمام باذن الله عند العصافير. شكرا لكم، ويا رب يكون الفيديو افادكم وواضح لكم. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.